باكلم صحابي ولا باخرج ولا باروح أي مكان، طول الوقت قاعدة في أوضتي باذاكر. خلصت الامتحانات وجات الأجازة، وفي يوم كنت خارجة مع صحابي ورُحنا قعدنا في كافيه، فقالت نهلة: "أنتم عارفين يا بنات النتيجة هتظهر كمان أسبوع، أنا متحمسة أوي إني أشوف جِبت كام." وقالت مريم: "أنتم عارفين أنا نفسي أوي أدخل كلية الطب أو صيدلة، ما أنتم عارفين إني علمي، يا رب أجيب مجموع حلو." وقالت ريتال: "أنا بقى نفسي أجيب مجموع وأدخل كلية تربية وأبقى مدرسة إنجليزي، وأنتِ يا ريماس عايزة تدخلي كلية إيه؟" قُلت لهم بصراحة أنا عايزة أدخل أي كلية أتعلم فيها لغة تركية، وأشتغل أي حاجة ليها علاقة بتركيا، ترجمة مثلًا، أو أسافر تركيا وأتجوز واحد تركي. قعدوا يضحكوا، وقالت نهلة: "ده أنتِ المسلسلات التركي جننتِك." وقعدوا كلّهم يضحكوا عليَّ، وأنا كمان ضحكت، ما حدش كان مصدقني ولا مقتنع بطموحي، بس مش مهم، المهم إني عارفة هدفي كويس. وجه يوم النتيجة، فضلت قاعدة أنا وصحابي على نار، مستنيين نشوف جِبنا كام، وللأسف جِبت مجموع أقل من المتوقع، ما يدخّلنيش ألسن، الكلية اللي كان نفسي أدخلها. فضلت قاعدة أعيط وجالي اكتئاب فترة كبيرة، لحد ما جات مريم صاحبتي تزورني وقالت لي: "أنا عندي ليكِ حل، أنتِ ممكن تدخلي كلية آداب قسم تركي، ليه ما تعمليش كده ما دام ده طموحِك؟" قُلت لها: "هي فكرة برضه، بس المشكلة إني كان نفسي أوي أدخل كلية الألسن." قالت لي مريم: "بُصّي يا ريماس، أنا هانصحِك نصيحة، خلّي طموحِك واقعي، ما يبقاش حلمِك غريب عن الواقع، لإن كده هتتعبي أوي في حياتِك ومش هتوصلي لحاجة. ويالّا قومي بقى عشان نملى الرغبات بدل ما الوقت يروح علينا." وفعلًا اتقبلت في كلية آداب قسم تركي، ورغم إني كنت بادرس المجال اللي كان نفسي أدخله، بس كنت حاسة إنها صعبة أوي عليَّ كدراسة، لإن كان لازم أدرس إنجليزي مع التركي، بس أنا كنت مجتهدة وباحاول إني أكون أشطر واحدة في القسم وأطلع من الأوائل، والحمد لله ربنا وفّقني ونجحت وطلعت من الأوائل. وعشان كده اتعيّنت معيدة في كلية آداب قسم تركي. كنت فخورة أوي بنفسي وبإنجازاتي اللي حققتها رغم انتقاد الجميع، حتى أهلي بعد ما قعدوا ينتقدوني